ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقول لكم النهارده على 3 مشروبات صحيه، بس بجد المشروبات دي تعتبر سحر. بتعمل كده حاجه كانها فلتر طبيعي للبشره والجسم، بتديك الجلو والبشره الزجاجيه واللمعان اللي انت عاوزاه من غير ولا نقطه ميك اب. غير ان كمان مكوناتهم كلهم موجوده في كل بيت. اول مشروب معانا وهو مشروب الكولاجين. انا بسمي المشروب ده قنبله نضاره لان هو بجد محفز كولاجين جبار. بصوا هنا مكوناته: شمندر او بنجر على حسب ما بتقولوه، وكمان برتقان وتفاح وجزر. 4 مكونات بساط وموجودين في كل بيت. بتاخديهم مع بعض وبتخلطيهم في الخلاط. ممكن تصفيهم وممكن تشربيهم زي ما هما كده. انا ساعات بصفيهم وساعات بشربهم زي ما هما كده عادي، الفايده واحده، مفيش اي مشكله. اهم مكون موجود في المشروب ده وهو الشمندر او البنجر. الشمندر والبنجر ده بيعمل على تنقية الدم والكبد، وده السبب الرئيسي اللي بيعمل توريد طبيعي لشفايفك والخدود وبيديكي اللون الاحمر الحلو ده غير كمان البرتقال مصدر اساسي للفيتامين سي، وده اللي بيساعد الجسم ان هو بيمتص الحديد وبيصنع الكولاجين الطبيعي. المشروب ده بيعالج الهالات السوداء ويبهتان البشره، وكمان بيعالج الانيميا لو عندك انيميا. لو استمريتي عليه هتلاقي بجد وشك ورد كده وبقى فيه نضاره فظيعه. تاني مشروب معانا وهو مشروب الديتوكس. المشروب ده انا بسميه الصديق الوفي لبشره صافيه وبطن مسطحه، لانه بيزلك الدهون بتاعه البطن، وكمان بيساعد لك على انك انت توصلي لبشره صافيه وبتلمع. ليه بقى؟ لان مكوناته عباره عن ايه؟ عن خيار وشرايح ليمون وورق نعناع وبذور الشاي. بتنقعيهم في ميه لمده ما تقلش عن تلت ساعه، من تلت ساعه نص ساعه، ما تقلش عن كده. اوعي تشربيه وهو مش منقوع، عشان خاطر بذور الشيا تكون نفشت شويه، ما تكونش البذور بتاعتها صلبه. المشروب ده بيكنسلك الامعاء بتاعتك، بينضفها لك وبيطرد لك السموم من جسمك. ليه المشروب ده بيوصلك لبشره صافيه جدا؟ الخيار هنا غني بماده اسمها ماده السيليكا، والماده دي هي ماده اساسيه مسؤوله عن مرونه الجلد ولمعانه. بذور الشيا ودي انا قلت لكم عليها قبل كده، تعتبر منجم لاوميجا 3، بتعالج لك الحبوب اللي تحت الجلد، وكمان بتعمل لك على ترطيب الجلد من جوه. ده غير انها كمان بتساعدك على التركيز جدا جدا جدا. الليمون والنعناع بيعملوا لك توازن للبي اتش في جسمك. يعني مشروب كامل متكامل، بيرطب لك الجلد وبيعمل لك مرونه الجلد ولمعانه، وكمان بيعالج لك الحبوب اللي تحت الجلد وبيطرد لك السموم اللي موجوده في جسمك. تالت مشروب معانا، وبكده نكون وصلنا للمشروب الترند اللي موجود حاليا، وهو مشروب الريتنول. بجد بجد انا بستغرب البنات اللي بتروح تشتري كريمات وحاجات غاليه جدا عشان خاطر الريتنول، وهو موجود بكل بساطه في البيت، وهي الجزر. الجزر يا جماعه، الجزر ده مصدر اساسي للريتنول. تعالوا نشوف الاول مكونات المشروب بتاعنا ونشوف هو ازاي بيشتغل كله مع بعض. المشروب هنا معانا بيتكون من جزر، برتقال، تفاح، وزنجبيل، وبعدين بنحط رشه كركم. بص يا ستي، الجزر هنا اول ما بتاكليه جسمك بيحوله لفيتامين ايه، وده اللي هو يعتبر الريتنول. البرتقال قلنا ان هو مصدر لفيتامين سي اللي بيساعد الجسم على ان هو يمتص الحديد، وكمان بيحفز فيه صناعه الكولاجين. على التفاح بقى والزنجبيل والكركم بيعملوا كده كلهم مع بعض فريق، بيقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه اللي بتظهر في جلدك، توحد لون بشرتك وبتخلي بشرتك ملمسها عامل زي ملمس البيبي كده. وصلنا بقى لاخر نقطه، وهي ازاي نربط ال3 مشروبات دول مع بعض ونشربهم سوا. هقولك دلوقتي على نظام اسبوعي تمشي عليه وبجد هتدعيلي. بصي، المشروبات دي بتشربيها يوم ويوم لا. يعني مثلا هتختاري 3 ايام في الاسبوع، مثلا زي السبت، الاثنين، الاربع. تمام؟ يعني مثلا يوم السبت هنشرب مشروب الكولاجين. مشروب الكولاجين ده احسن وقت ليه هو الصبح، بتشربيه على الريق. يعني بيظهر لك النتيجه في وقت اسرع جدا لو شربتيه الصبح على الريق. تمام؟ يوم الحد اجازه. يوم الاثنين هنشرب مشروب الريتنول. طيب هنشرب مشروب الريتنول ده امتى؟ مشروب الريتنول ده هنشربه قبل النوم بساعتين، مش قبل النوم على طول، قبل النوم بساعتين. تمام؟ طب ليه؟ اشمعنى ليه هو قبل النوم بساعتين؟ لان مشروب الريتنول فيتامين ايه الجسم بيمتصه وهو نايم اسرع جدا، لانه بيجدد خلاياه وهو نايم بطريقه اسرع. فالريتنول قبل النوم بساعتين. تمام؟ بعد كده يوم الثلاث اجازه. بعد كده يوم الاربع بنشرب الديتوكس. الديتوكس ده ممكن تشربيه الصبح على الريق، بيبقى حلو جدا، وممكن تشربيه قبل الغداء بساعة او بعد الغداء بساعة. المهم ان هو انك بتشربيه عادي على مدار اليوم، بس يا قبل الاكل بساعة يا بعد الاكل بساعة. بيخلص لك من السموم اللي موجودة في جسمك، بيضيع لك الدهون اللي موجودة في البطن. لو التزمت على الروتين الاسبوعي ده لمدة شهر مثلا، هتيجي تدعي لي هنا من قلبك.
وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. فلو عندك اي كومنت او اي سؤال قولوهولي في الكومنت، وقولي لي رايك في الفيديوهات، ومتنسيش تعملي لايك وسبسكرايب علشان خاطر يوصلك كل جديد. باي باي.